اليوم الساحة السياسية والوطنية في تونس أصدرت كثير ردود الأفعال من عديد الجهات السياسية ومكونات المجتمع المدني. أيضا التأثر واضح وشديد لدى العائلة، وينضم إلينا الآن سهر الراحل محمد البراهمي حتى يعطينا فكرة عن الحادثة اليوم ومن هي الجهات التي تقف وراءها بحسب التحقيقات التي أجريت هذا اليوم. سعلي، لو تعطينا فكرة عن ماذا حدث اليوم بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون وإن على فراقه لمحزونون ونحتسبه عند الله شهيدا. الذين اغتالوا اليوم الحاج محمد براهمي جريمة سياسية نفذوها بتدبير أكيد من عصابة إجرامية تريد أن تلقي بتونس في بحر من الدم لا أول له ولا آخر. لقد قتلوا إنسانا يعرفه الصغير والكبير، يعرفه ابناء جهته وابناء وطنه. يعني لو تعطينا فكرة كيف حصلت الحادثة بالضبط؟ لقد صلى الفقيد الفجر ونام قليلا، عنده اجتماع المجلس التأسيسي اليوم. استعد بعد 11 صباحا، استعد وخرج من الباب تقريبا يمكن حوالي منتصف النهار. سيارته كانت مركونة حذو الباب تقريبا، وهناك كانت العصابة الإجرامية في انتظاره وقد أطلقت عليه وابل من الرصاص في الرأس، في الصدر وفي البطن، وأخذت وقتها كما ينبغي لأنه تم اختيار توقيت يوم حار شهر رمضان، يوم عطلة في تونس، معناها الشارع حركة فيه ناقصة أو معدومة. يعلمون كل هذه المعطيات ونفذوا جريمتهم اللي هي نتيجة وضع سياسي، نتيجة حالة فشل سياسي رافق الناس اللي ماسكة بزمام السلطة في تونس. هذه الناس غير قادرة على أنها تنظف الشوارع من القمامة، فلا يمكن لها أن تدير نظاما أو تدير الدولة وترسي فيها نظام ديمقراطي وترسي فيها أحزاب وتحمي رموزها. فالثورة في تونس تأكل أبنائها. نعم، اليوم يعني اتهمت شقيقة الراحل محمد إبراهيم، اتهمت حركة النهضة باغتيال بليد، يعني بناء على أي مؤشرات صدر هذا الاتهام؟ أنا لا أتهم لا حركة النهضة ولا غيرها، هذه متروكة للتحقيق، ولكن كلامي ينزل في إطاره السياسي. الناس اللي تشاد السلطة ناس فاشلة غير قادرة على أنها تحكم، وهذا الظرف اللي تعيشه تونس هو نتيجة الفشل في السياسة. طالما أنه فشلت إذن ستغطي هذه الفشل بعمليات من هذا النوع وغيره. وراهي القائمة، إذا كان تونس من فرنسا اغتالت فرحات حشاد فقط وبقينا ننتظروا ما شاء الله من السنين حتى يغتال شكري بالعيد، وبعد 6 أشهر تقريبا يغتال، أقل من 6 أشهر يغتال محمد البراهمي، فإن تونس تتجه إلى نفق مظلم. على الشعب التونسي أنه يأخذ الأمور بيده. هذا التنظيم هذا الذي يباشر القتل واللي ناس تزكي فيه وتستقبل فيه في القصور، والناس اللي تصدر في الفتاوى من على المنابر فتاوى القتل، هاي نتيجتها. قتلوا صائما، قتلوا حاج البيت الله أكثر من مرة، قتلوا مصليا، فكيف إذا جاءت لا إله إلا الله تجادل عنه يوم القيامة؟ شي جاوبوا ربي يضم. يعني سيد علي، إلى أين وصلت التحقيقات الأولية اليوم؟ والله التحقيقات الأولية باشرتها السلطة المختصة. أي حديث على نتائج تحقيقات هو حديث سابق الأوان، ومعروف أن الجرائم السياسية هي جرائم متشعبة يتداخل فيها المنفذ والمخطط والممول والمبرمج، وعادة ما تتطلب وقت. لذلك أنا لا أتعامل في هذه النقطة بالعاطفة. التحقيق سيأخذ مجراه، وإن كنت أشك في أنه سيأخذ مجراه بطريقة سليمة، لأنه طالما أنه عندنا سابقة اغتيال شكري بالعيد، ومنذ 48 ساعة المسؤولين يعملوا ندوة صحفية يقولوا رانا ألقينا القبض على 4 ورغم 8 حددناهم، وإذا به العصابة هذه أو غيرها تجاوبهم بعملية قتل في ظرف 24 ساعة بعد هذا التصريح. معنى ذلك التصريح اللي عملوه هو تصريح غير صحيح، بل تصريح كاذب. ماكينة القتل تستمر، وماكينة القتل في ظل الفشل هذايا راهي باش تستمر، والشعب التونسي لازم يتحمل مسؤوليته كما تحمل مسؤوليته في كنس النظام السابق
عليه أن يتحمل مسؤوليته الآن، وإلا تونس راهي ماشية إلى الانهيار. راهو سنندم على هذه الرقعة اللي اسمها تونس إذا كان ما تكنسوش أعداء الثورة اللي سموا في أرواحهم هم حماة الثورة وهم المخربين نتاعها، على خاطر قاعدين يقتلوا في رموز الثورة، وحب من حب وكره من كره. اللي قتلوه اليوم هو رمز الثورة الحقيقي ومنطلقها في سيدي بوزيد. في سيدي بوزيد وقت اللي كانوا اللي في الناس، وقت اللي كانت الناس في لندن، وقت اللي كانت الناس في باريس، وقت اللي الناس ما زالت ما هبطتش في مطاراتها، كان محمد براهم يطوي الليل بالنهار في سيدي بوزيد وفي الرقاب، وهو اب الثوره التونسيه. كذابه الناس اللي جاوا من بعد ويكذبوا، اللي خرجوا بعد 14 جانفي جاوبهم ستجيبهم روح محمد براهمي وتجيبهم منزل بوزيان وسقدال والمكناسي. وقت اللي كانت سيدي بوزيد تشتعل كان محمد براهمي ساعتها يخلي صغاره اللي تيتموا اليوم، اللي يتمتهم العصابات المجرمه، وساعتها هو اللي مطلع الثوره في غيره، هو وغيره اللي طلعوا الثوره فك الجهات المنكوبه. سيد علي، متى سيتم تشجيع جثمان محمد ابراهيم؟ والله تشجيع جثمانه ما نجمش نجاوبك الان، لان المساله يتداخل فيها السياسي بالعائلي وتتداخل فيها زادة مع عمليه تشريح. الله اعلم كم ستستمر من وقت المفروض انها تتم، ولا ادري لا ادري. اليوم المهم انه يلزم يعرف العالم اغتالوا الاب الحقيقي لثوره للثوره التي انطلقت من سيدي بوزيد. هذاك هو محمد براهم. محمد براهمي هو اللي كان يمشي في الليالي، وكان اهله واخوته واصحابه واصدقائه ومناضليه هما اللي شعلوا الثوره في سيدي بوزيد. يفرحوا الان، خلي تفرح، يفرح سي بن جعفر نتاعنا وما عادش ثم شكون يقلقوا، يفرح سي المرزوقي شيخ وما عادش ثم شكون يقلقوا، يفرح علي العريض اللي يعمل ولا شكون يعني في ندوه صحفيه وقال هاو شديناهم. هم جاوبوك يا سيدي يا حكومه الفشل، جاوبوك البحيري سي نور الدين البحيري، جاوبوك اللي قلت شديناهم هم جاوبوك. لعنه الله على الفشل والفشلين. إذا هذا كان موقف أحد أفراد عائلة